دلوقتي عايزينك ترن على خطيبك وتقولوا له ان انت كنت عند الدكتور وكنت بتعملي تحاليل واكتشفت ان انت عندك مرض خطير جدا. عايزين نشوف ردة فعله قدام الكاميرا. هو بص، خطيبي اصلا ان شاء يعني الحمد لله هو بيحبني وما يقدرش يستغنى عني لو ايه اللي حصل. كل الناس اللي اجي اصور معاها تقول لي خطيبي ما يقدرش يستغنى عني ومش هيسيبني ومهما حصل، لكن انا بشوف ردة فعل من كل واحد بتصدمنا حرفيا. لا لا ان شاء الله لا. هتصدمي؟ واثقه فيه. طيب عايزينك ترن عليه دلوقتي وعايزين نشوف ردة فعل. هو انا بس لسه مش عارفه هو فين بالظبط، بس يا رب الاقيه موجود يعني. مش عارفه هو فين؟ اه انا جايب لك بقى تطبيق تقدري برقم خطيبك تعرفي هو مكانه فين في اي وقت. بجد والله. والله تحط الرقم بس كده ويطلع لك هو مكانه فين. اي حد عادي. اي حد. ده انا بقول لك انت لو عايزه تعرفي خطيبك فين مثلا، شاكه فيه بيعمل حاجه او كده، عايزه تعرفي مكانه فين، تقدري تجيبيه في اي وقت. ده حلو قوي ده. اديك التطبيق وهسيب للناس هنا برضو اللينك في اول كومنت وفي البايو، اللي عايز يحمله يدخل يحمله. يا جماعه الكل يدخل يحمله حالا. طيب عايزينك ترن عليه دلوقتي. تمام ماشي، ثانيه واحده. يا رب يا رب يرد. الو. ايه يا محمد؟ بص انا عندي خبر ليك وحش قوي. بس صلى على النبي كده واهدى. بص هو انا كشفت من شويه، حتى انت لو ملاحظ ان انا ايه. سامعني؟ بقول لك في مشكله حصلت، انا ما بهزرش. دلوقتي لو بص، هو دلوقتي انا رحت كشفت انا ويارا، انا تعبت فجأة ورحت كشفت وعملوا لي تحاليل، لقوني عندي مرض مش كويس. ايه اللي يعني مش فاهمه. عندك فين بقى المرض ده؟ يعني زي عقم. انت فين يا مان؟ انا على فكرة بكلمك بجد. وحش ولا عقم؟ عقم يا محمد. حلو، الدكتور قال لي عليه بقى. قال لي انت عندك عقم. لا بس يا باشا انا مش سامع. يا حبيبي هو قال لي انت عندك عقم. ايوه عقم، ايه عقم عباره عن ايه يعني؟ ما اعرفش، هو قال لي كده. كده بعلاجات ولا حاجه؟ ايه. كده بعلاج ولا حاجه؟ قول له يعني ما بخليكش. بص هو يا محمد على فكرة عقم ده اللي هو انا ما بخلفش. عادي يا حبيبي، بعلاج كل حاجه. بجد والله. والله بعلاج كل حاجه، ايه يعني؟ وانا عايز ايه غيرك انت؟ الحمد لله. يعني وانا لو لا قدر الله فعلا كده مش هتسيبني خالص. بقول لك هو فعلا لو لا قدر الله فيها كده مش هتسيبني خالص. بجد والله. مش عارفه اقول لك ايه والله. محمد رسول الله. في حد عاوز يكلمك، كلم الدكتور بتاعي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا عامل ايه الاول؟ الحمد لله على كل حال. مين معايا بس الاول كده؟ الحمد لله. انا بص، انا مذيع شارع بقدم محتوى. تاني كده معلش ما سمعتش. مذيع شارع بقدم محتوى. والله تمام. فاحنا بنعمل اختبارات كده في الناس اللي هي خاطبه وكده، فقلنا لها ترن عليك وتعمل فيك المقلب ده. تمام. يعني طب في ناس كتير كانت معايا ورنت على خطيبها وقرر ان هو يسيبها، تحب تقول لهم ايه؟ لا هو كده ما عندوش اصل بصراحه. كده ايه؟ ما عندوش اصل، وما يرضي الله. ما عندوش اصل. طيب انا عايز اقول لك، ده مقلب ولا بتكلموا بجد؟ والله مقلب، والله مقلب. واحنا دلوقتي قدام الكاميرا وبقول لك يعني انت ردة فعلك بصراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك، وفعلا انسان عندك اصل اصلا. والله بجد. إعادة شحن البطاقة. انا عمال ارن عمال الدنيا مشغوله عشان انتوا بترنوا عليا. ايوه بحب اختم الحلقة بتاعتي بآية قرآنية. تمام. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء
جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.